شلون تختار او تشتري افضل ايفون ويكون سعره رخيص ويكون مواصفاته جيده، الكاميرا والبطاريه وغيرها. طبعا ورا ما نزل هذا الفيديو هواي عالم كتبت لي اسماعيل نريد نعرف اذا مثلا اشترينا جهاز ايفون بالتحديد شلون نعرف اذا جهاز مستعمل، اذا جهاز مفتوح، اذا جهاز مبدل به قطعه. طبعا هذا الموضوع به هواي تفرعات، فاني بهذا الفيديو ان شاء الله راح طرق سهله وبسيطه راح اعلمكم اياها تقدر تعرف اذا الايفون مفتوح او اذا الايفون مبدل باي قطعه. اذا تحبون ننزل فيديو ثاني شلون تشتري افضل ايفون بارخص سعر، لان ذاك الفيديو صار قديم، فاذا تحبون ننزل فيديو جديد بالاسعار الجديده اكتبوا لي بالتعليقات. على العموم راح اعلمك خطوات كلش سهله وكلش بسيطه يقدر اي واحد يسويها وتقدر تفحص الايفون. اوكي حبايبي، اول نقطه نفحص الجهاز فحص نظري. اول شيء تشوف الجهاز بعينك، تروح اول شيء على المكان يم قاعده الشحن. اكو براغي اثنين كل انواع الايفون طبعا من جميع يعني الايفونات القديمه الحديثه كليتها تنفتح من ذني، يعني لازم تفتح ذني البرغيين حتى تفتح الايفون. فاريدك تنتبه لي على البراغي، اذا مثلا مشخطات، اذا البراغي تعبانه، اذا البراغي مسحوقه، مثلا احنا نقول بالعراق المتابعين العرب يعني اذا البراغي تعبانه مثلا، تمام، فاعرف انه هذا الايفون مفتوح. طبعا هي مو فد شيء اوكي يقدر يخلي لك مثلا براغي جديده، بس انت انتبه عليها، يعني نقطه بسيطه تقدر تنتبه عليها وسهله. فعلى العموم شوف البراغي اذا مثلا مشخوطات، اكو احد محاول مثلا خالد درنفيس، تمام. يعني للمعلومات حتى بالوكاله هاي المعلومه صحيحه، ما يستعملون درنفيس خاص بحيث هذا الدرنفيس ما يأذي البرغي، ما يشخط بالبرغي، يعني حتى يحافظون على البراغي مالت الايفون. هاي اول نقطة. النقطة الثانية انتبه على الحواف مالت الجهاز. دائما اي جهاز مثلا من ينفتح الحواف مالته دائما تكون وسخة او بيها شلون الاتربة او بيها مثلا يعني شلون بقايا مال الكت القديم اللي كان موجود بالجهاز. فانتبه على الحواف، لازم الحواف تكون نظيفة. طبعا دائما الجهاز المفتوح مثل ما قلت لك الحواف تكون وسخة او اكو يكون فراغ بين الشاشة والفريم. طبعا مو فراغ يعني فراغ بحيث تشوف المكونات، لا، بس اذا تقارنه بالجهاز الاصلي تلقى انه هذا الفراغ كبير، تمام. فانتبه على هالنقطة، على الحواف اللي تكون بين الشاشة وبين الفريم انتبه عليه، المفروض تكون نظيفة ومثل ما قلت لك ما بيها هاي الاتربة او الوساخة اللي تكون بقايا مال كيت. ودائما طبعا حتى تميزها عن الوساخة العادية، يجوز هو مثلا الجهاز وسخ، دائما تجي بهذا النقطة او هذا المكان تكون جوا داخل الحواف، وبنفس الوقت تكون على طول الحافة. فانتبه على هاي النقطة زين. واكو نقطة هم كلش سهلة وكلش بسيطة يقدر اي واحد يسويها، جيب الايفون وشغل مقطع صوتي، اي مقطع صوتي بس المهم يكون عالي وبنفس الوقت بيبيز، يعني مو تشغل هيجي مقطع ما بيبيز، لازم تشغل مقطع بيبيز. وخلي الايفون على مثلا حافة صلبة مثلا ميز علقة، المهم حافة ما تتحرك، تمام. وعلي الايفون على خير. اذا سمعت صوت مثلا مال خرخشة، صوت بعيد، صوت ما مثلا صوت يكون بيه صدى او صوت مثلا بيخنة، صوت مثل ما قلت لك خرخشة، اعرف انه هذا الجهاز اما مفتوح مبدلين بيه شغله، اما انه الجهاز واقع، تمام، او انه الجهاز يجوز واقع بمي. اكو نقطة اذا مثلا شفت الجهاز صوته ناصي، هاي مو فد شي اوكي، يجوز مثلا السماعة وسخة، يعني مو فد نقطة انه الجهاز مفتوح او مبدل، لا، يجوز مثلا الجهاز انتبه على السماعات مالته، يجوز على اكثر تلقاها متغطية مثلا صار بها خيوط، هاي الوساخة اللي تعرفوها. واكو نقطة يجوز البائع مثلا يريد يقنعك بيها، يجيب الموبايل ويطلع البيت مال السيم كارت ويظل ينفخ، يقول لك ها شوف والله ما طلع تنفيس. يعني شباب هذا يعني ما اعرف انت رحمة الوالدك تبى نشرشله ابو تليفونات، ماكو شي شباب. يعني ابسط شي هسه اقدر اجيب لك كيت والغم لك اياه جهاز لغم، واتحداك هسه اعطيك جهاز ظل انفخ للصبح، اتحداك اذا طلع صوت مال تنفيس. فهاي مو فد نقطة يعني تعتمد انه اذا الجهاز مفتوح، او حتى ما تحتاج كيت، اقدر اجيب لك عصارة والغم لك اياه جهاز من جميع الجهات واتحداك اذا طلع صوت. فهاي النقطة ما لك علاقة بها ولا تعتمد عليها. اوكي حبايب، ورا ما فحصت الجهاز فحص نظري مثل ما قلت لك، البراغي، الحواف، يعني الجهاز بصورة عامة النظافة مالته، افحص هسه يعني المكونات اللي بالجهاز، افحص مثلا السبيكر، مثلا المايك، مثلا الكاميرات، الفيس اي دي، الشاشة مثلا افحص بها التروتون، افحص مثلا البطارية. وطبعا البطارية والشاشة هم يعني يقدر واحد يتلاعب بيهن مو فد شغلة، بس هم يعني انت افحصهن، يعني انت اذا فحصت من كل شي شغلة فانت على اكثر يعني اذا تجمع معلومات هواي عن الجهاز وراح تعرف اذا الجهاز مفتوح او لا، او اذا مبدل بيه شغله. فعلى العموم مثل ما قلت لك افحص يعني الشاشه، واهم شيء تفحص بالشاشه انتبه على الحواف مالتها،
او مثلا احنا خلينا نقول مثلا حواف اليمنى الحواف اليسرى دائما اكو شاشات مثلا تجاريه، شاشات مثلا تشينج جلاس، فتلقى الحواف مالتها كبيره، فانت افحص الحواف وقارنها بالجهاز الجديد. تمام. والاهم من هذا انه تفحص الفيس اي دي وتفحص اللي هو مثل ما قلت لكم اذا الجهاز بيه حساب. طبعا سوي ساين اوت، وبنفس الوقت اريدك تفرمت الجهاز او تفرمت الايفون قبل ما تروح، يعني انت ما بالمحل تفرمت الايفون وتشوفه. تمام. هاي النقطة كلش مهمة وكلش ضرورية. والجهاز اذا ماخذه بكرتونة فقارن الايميات ويا الايميات الموجودة بالكرتونة. اكيد هي مو هم فد شي يعني يقدر يطبع ايميات وهذا، بس اوكي انا قلت لك انه انت اذا فحصت من كل شي شغلة راح تجمع هواي بيانات على الجهاز، وراح تقدر تتأكد اذا الجهاز مفتوح او لا. زين، هاي النقاط كليتها حلوة وضرورية انه تسويها قبل ما تشتري الجهاز. ونقاط هم لازم تفحصها، مثلا افحص الشبكة، ضروري تفحص الشبكة، وافحص اذا الجهاز يرست، ظل استعمل استعمال مكثف وشوفه اذا الجهاز يرست. على اكثر يعني اكو هواي اعطال بيها مثلا اعراض معينة، مثلا اذا الجهاز يرست اكو هواي اعطال تعتمد على هذا المشكلة. فاذا تحبون نطرق الفيديو همينه ما عندي مشكلة. زين، مثل ما قلت لك افحص اذا الجهاز يرست، وافحص اريدك تفتح الكاميرا، تفتح على جودة ال4K وصور. اكو شغلة مرات تصير هم بسبب عطل معين، واذا تحبون مثل ما قلت لكم نتطرق لهذا الموضوع، بس حتى انه الفيديو ما يطول. على العموم افتح الكاميرا على ال4K، وراها ظل صور فيديو، تصور فيديو 10 دقائق ربع ساعة يعني مو هواية. وراها المفروض انه الفيديو يطلع لك بصورة طبيعية. اكو مرات تصير مشكلة انه الفيديو اكو جزء من الفيديو صاير التصوير لونه اسود وفقط صوت، يعني الفيديو فقط مسجل لك صوت وباقي التصوير كليته اسود. واذا تحبون نسوي فيديو كامل على اعطال الشائعة الموجودة بالايفون ما عندي مانع، اكتبوا لي بالتعليقات. زين، هسه كملنا الفحص النظري وفحصنا المكونات، هسه ننتقل للفحص الاهم اللي هو الفحص اللي راح يكون على البي سي. اوكي حبايبي، هسه شلون راح نفحص الايفون على الحاسبه؟ زين، اول شيء لازم عندك برنامج ال 3 يو تولز، او اكو برامج ثانيه بس انا افضل ال 3 يو تولز. واكو طريقه ثانيه اللي هي بالماك بوك، يكون افضل اللابتوب مال ابل لان اكو شغلات تطلع بيه اكثر. بس على العموم انت مو مشكله اذا ما عندك. اول شيء تحتاج كيبل، تمام، وراها نربط الكيبل بالحاسبه. زين، هسه نربط الكيبل بالموبايل مثل ما تشوفون هذا اللي قدامكم. اول شي لازم تلغي الرمز او تفتح الرمز اذا بيه رمز. زين، فتحنا الرمز مثل ما تشوفون. هسه راح نربطه بالحاسبة. اوكي، طبعا مثل ما تشوفون نقول له اوكي. زين، هسه راح يجمع لنا معلومات على الموبايل. اوكي، زين، هسه ورا ما جمع لنا المعلومات ننتظر ثواني. طبعا لازم يكون موبايلك عفوا الحاسبة تشتغل بيها لازم تكون يعني مربوطة على الانترنت. اوكي، هسه ورا ما طبعا هنا قراها مثل ما تشوف. هنا عندك النوعيه، عندك الفيرجن مال اي او اس. يعني هسه وين نروح مثل ما تشوفون مكتوب فيو فيريفيكيشن ريبورت، ندوس عليها وطلعت لنا هاي النافذه مثل ما تشوفون. اول شيء عندك الديفايس موديل ايفون 12 برو ماكس عندك. اوكي، زين، الفرونت بلاك اللي هو مثل ما تشوفون اوكي بلاك نورمال. هنا عندنا همينه مكتوب اوكي البلو، تمام. الذاكرة عندنا همينة 256. اوكي، عندنا الام يعني جهاز امريكي مثل ما تشوفون. اوكي نورمال. وهنا عندنا اللي هو همينة نورمال، هنا نورمال كليته نورمال مثل ما تشوفون. البلوتوث ادرس، الواي فاي ادرس، ذن كليته المهمات. زين، عندنا هنا السيريال نمبر. طبعا هذا السيريال نمبر اذا عندك كرتونه همينه طابقه ويا الكرتونه. زين، عندنا هنا اللي هو المين بورد سيريال نمبر، هنا همينه مثل ما تشوفون طالع عندنا نورمال. ومثل ما هاي خاف اذا مثلا واحد مسوي سواب، تمام، تطلع عنده. زين، هنا عندنا الباتري كليته نورمال نورمال نورمال. وللعلم هاي مالت الباتري وحتى مال الشاشه واكو شغلات ثانيه تقدر همينه عادي يعني يتم التلاعب بيهن. اوكي، بس قلت لك انه انت اذا كل شيء راح تفحصه راح يبين عندك اذا الجهاز مفتوح او لا. زين، عندنا هنا همينه نقطه كلش مهمه. مثلا انت تشتري جهاز يقول لك والله ما مستعمله يوم يومين، شاحنه مرتين ثلاثه. هناش عندك الباتري لايف اللي هو عمر البطاريه 89. وهنا عندنا اللي هو الشارج تايم، مرات الشحن 375 مره اني شاحنه، تمام، مثل ما تشوفوها موضحه قدامكم. هنا عندنا 375 مره. هاي تقدر تعرف اذا واحد مثلا قال لك صار له عندي يومين 3 ايام اسبوع، يعني معقوله باسبوع شحنه 375 مره. فهاي النقطه هم تقدر تعرف بيها.
تمام. وهذا كل شيء، او يعني تقريبا معظم الاشياء اللي تقدرون تعرفون من خلالها اذا الايفون مفتوح او اذا مبدل بيه قطعه. وقلت لك اكو شغلات يعني عادي يقدر واحد يتلاعب بهن، مثلا البطاريه، مثلا الشاشه، واكو شغلات ثانيه همينه. بس انت اذا من كل شيء فحصت شغله، فعلى اكثر يعني مثل ما تشوفون هسه هنا البرنامج مسوي نقاط، فانت مسوي نقاط. جهاز براغيه ما بيشيل، يعني خلينا نقول الفريم مالته ما بيشيل، صوت، فيس اي دي وغيرهن، تعرف ان الجهاز زين وما بيشيل. وهذا كان كل شيء بالفيديو. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم، واذا عندكم اي سؤال اي استفسار حسابات كلها بالوصف. واذا وصلتوا لهاي اللقطه من الفيديو سووا لايك المقطع، لان الاشعارات فد مره منتهيه بالقناه، فضروري تسوون لايك المقطع. تحياتي.